الرجاء يتغلب بثنائية نظيفة على الوداد في ديربي البيضاء. بالدور الاحترافي تغلب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بهدفين نظيفين على نظيره الوداد الرياضي في مباراة الجولة 14 من الدوري الاحترافي التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء. وتميزت أطوار ربع ساعة الأول من المباراة بحذر كبير من عناصر الفريقين، الشيء الذي أبقى الكرة بشكل كبير في وسط الميدان مع سيطرة مطلقة لرفاق نوفل الزرهوني. ومع مرور دقائق الجولة الأولى تحرك الخط الأمامي للرجاء الرياضي بعض الشيء من خلال خلق مناورات هجومية والبحث عن فك شفرة دفاع الوداد، في الوقت الذي ظل فيه آنس الزنيتي في راحة تامة طيلة أطوار الجولة الأولى. وفي حدود الدقيقة 51 تمكن الرجاء الرياضي من افتتاح التسجيل بعدما أدخل المدافع الودادي هشام آيت برايم الكرة بالخطأ في شباك فريقه، قبل أن ينجح محمد زريدة في تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 64، وبذلك رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى النقطة 30 في صدارة ترتيب البطولة، فيما جمدت الهزيمة رصيد الوداد الرياضي في حدود 23 نقطة بالمركز الثالث.